هو ازاي عظمك يبقى اقوى، تتفادى هشاشه العظام وفي نفس الوقت عضلاتك ما يحصلهاش كرامبات واعصابك تبقى قويه؟ ناس كتير بتبقى فاكره ان الكالسيوم بس وظيفته ان هو يتخزن جوه العظم عشان يكون قوي، ده حقيقي فعلا وده اللي هيقوي لك العظم بتاعك، ولكن الكالسيوم كمان بيساعد في عمليه الانقباض العضلي اللي بتحصل في الجيم، ودي بتحصل عن طريق لما حاجه اسمها الاكتين والمويسين اللي بيكونوا موجودين جوه العضلات جوه حاجه اسمها الساكرومير، ودي بتشتغل كده زي الصوابع لما بيحصل لها تداخل عكس بعض. من الاخر كده الاكتين والمويسين دول لما بيتحركوا بيحصل عمليه انقباض عضلي، وده عشان يحصل لازم يبقى في وجود الكالسيوم. مع نقص الكالسيوم بقى ممكن عضلاتك يحصل لها تشنجات وممكن ما تعرفش تشيل الاوزان اللي انت متعود تشيلها في الجيم. ده كمان اعصابك النيرفس الصفرا دي اللي احنا شايفينها كمان بتتاثر معاك، يعني من الاخر الجهاز العضلي والعصبي وكمان الهيكل العظمي بتاعك كلهم بيتاثروا بوجود الكالسيوم. احتياجك اليومي من الكالسيوم بيكون من 1000 ل 1300 مللي جرام، ده الافريج بير داي. فمتوسط الاكل ده ممكن ندخله منتجات الالبان او غيره من اكل كتير، لكن عشان اغلبيه الكالسيوم موجوده في الالبان وناس كتير ممكن يكون عندها لاكتوز انتوليرانس، وده اتكلمنا عليه في حلقه قبل كده اللي هو الحساسيه من الالبان، فعدم وجودهم في الاكل او بتقلل النسبه اللي انت بتدخلها من الكالسيوم عموما ده ممكن يسبب لك هشاشه عظام ومشاكل في العضلات وكرامبات. فلو كملت احتياجك من الكالسيوم فيبقى تمام، مش محتاج اي حاجه تاني، ولكن لو لسه مش عارف تكمل احتياجك او ما بتدخلش منتجات الالبان فلازم تدخل كالسيوم، وانا خصوصا بستخدم كالسيوم من ايفيت، استخدم برومو كود سي ماجد 5 عشان تاخد اعلى خصم. سلام.